نبدأ بسم الله. اول فكرة حلوة قوي هنعملها من الازازتين البلاستيك يكونوا الشكل ده، ومش شرط خالص يكونوا واحدة كبيرة وواحدة صغيرة زي اللي معايا، لا ممكن لو الاتنين مقاس واحد مفيش مشكلة. انا استخدمت اللي كان موجود عندي. اول ازازة هنقطعها من عند الجزء ده كده، يعني يدوب هنشيل بق الازازة وحتة صغيرة من تحته، وبعد كده الازازة التانية هنقطع بس من نص الازازة كده. انا عاوزة الجزء ده يبقى كبير شوية اللي هو شبه القمع ده، يبقى هنحتاج الجزء التاني اللي احنا اخدناه اللي انا بسوي الحرف بتاعه بالمقص ده مع الازازة التانية اللي خدنا جزء صغير منها. هنيجي ندخل الجزء ده في بق الازازة بالعكس كده، وهنثبته بسولوتيب. بلاش شمع، هنثبته بسولوتيب، ده هيفرق في الشكل النهائي معايا، وكمان علشان الشمع ما يسيحش معاكي الازازة. هنا بقى انا كنت مستخدمة خيط المكرمية، ممكن تستخدمي اي لون يعجبك، او ممكن كمان تستخدمي خيط الخيش. وكنت مشغلة المسدس بس مش مخليه يسخن قوي، يعني كنت كل دقيقتين كده بفصله علشان خاطر ما يبقاش سخن قوي على البلاستيك. يا دوب بثبت بيه الخيط كل صفين 3 كده وارجع الف، وبعد كده اثبت برضو كل شوية علشان الخيط يثبت معايا. وهنا لحد ما وصلت لحد القاعدة وقفلت كده لحد القاعدة تحت خالص، واستخدمت خيط تاني، ده خيط قطن، خيط حلو قوي برضو. انا استخدمت اللون ده علشان ده لون الورد اللي انا هستخدمه مع الفازة الجميلة دي. يا دوب جبت قطعتين كده من الخيط ده وربطتهم ربطة واحدة بس، وبعد كده في اخر كل خيط هعمل عقدة كده بعد ما هدخل الكور الخشب الجميلة دي، وهقفل بقية الخيط. الخيط ده بيحتاج ولاعة كده علشان يقفل الخيط معايا. وبس كده، بصوا الجمال والبساطة. فكرة بسيطة جدا، ما خدتش وقت ولا خدت خامات اصلا كتير، ومنتهى الجمال والشياكة. ممكن تخلي الفازة كده بيضة وتبدلي الخيط اللي احنا ربطناه عليها ده مع لون الورد اللي هتستخدميه عليها، فهيديكي اضافة حلوة جدا. تاني فكرة هنعمل فكرة او استغلال لأي شنطة قديمة عندك مهما كانت حالة الشنطة، هنقدر نطلع منها حاجة كويسة. اولا انا بدأت اطلع كل السوست من الشنطة. السوست بتاعت الشنطة دي كانت سوست حلوة قوي واستخسرتها بصراحة، فطلعتها من الشنطة كلها. بصوا كام سوستة، وكلها سوست متينة وجميلة. وبعد كده هاخد بقى الشاسيه بتاع الشنطة ده كله، شلت طبعا البطانة بتاعت الشنطة وهنستغنى عن اليد برضو. بدأت اثبت شنطة الهدايا الكرتون دي، قصيتها كده نصين على مقاس الشنطة وثبتها جوه الشنطة بالشمع علشان اديلها بطانة تديها يعني ايه نشفان شوية كده تخليها واقفة معايا. وبعد كده شلت ايد الشنطة طبعا وبدأت اغلفها بالقماش. القماش ده انا مخليه على القلبة وبثبته على الحرف بس، لان ده هيبقى البطانة الداخلية، يعني ده اللي هبطن بيه الشنطة من جوه. علشان كده لازم نعمله على القلبة بالشكل ده، ونثبت كويس كده على الحرف مهما كانت حالة الشنطة. طبعا يعني مفيش اسوأ من حالة الشنطة اللي انا بستخدمها دي، يعني علشان اوريكي ان انتي مهما كانت الشنطة حالتها سيئة فانتي هتقدري تستفيدي منها. انا ثبت على الحرف بس وهقفل الجنبين، وبعد كده هشد بقى بقية القماش ده كله كده وهدخله لجوه كده. انا غلفت الحرف وظبطت كله الحرف بتاع الشنطة علشان انا كنت قصة اليد. بدأت اثبت البطانة الداخلية دي جوه القاعدة، وحطيت كمان انا الجزء ده ما تصورش، استخدمت قطعة كرتون غلفتها بالقماشة وثبتها في القاعدة من جوه. وهنا بقى كنت بغلف بقى الشنطة من بره، وحطيت الشمع على جسم الشنطة كله علشان القماشة تمسك فيها كده وتديها ايه فينش حلو قوي. والاحرف دي كلها هثبتها كويس قوي علشان اضمن ان هي مش هتفك تاني. الشمع على القماش بيثبته جدا في بعضه، يعني استحالة اصلا انها تتقطع تاني. احنا كده غلفناها خلاص، ما بقاش فيه اي اثر للجلد بتاع الشنطة. وكمان هشد زيادات على القاعدة بالشكل ده، بحط الشمع بصوا على كل الجلد علشان القماشة تمسك فيه كويس. احنا يعني هنستخدم الفكرة دي بجد، يعني هتبقى عملية جدا معاكي، بس الاهم ان انتي تستخدمي قماش يكون لونه مش فاتح زي القماش اللي معايا ده، يعني بيستحمل وهيفضل معاكي فترة كبيرة جدا نظيف وجميل. كده غلفناها كلها هي من بره ومن جوه، بقت متينة جدا. جبت نفس الخيط اللي انا استخدمته في الفكرة اللي فاتت اللي هو خيط المكرمية،
وعملته ضفيرة كده. جبت 3 قطع من الخيط مقاس واحد وعملتهم ضفيرة، عملت منهم 2، عملتها يد، وبدأت اثبت اليد على الشنطة. وعند اخر كل يد كده بدأت اثبت قطعة قماش علشان تثبت اليد معايا وتخليها متينة اكتر. بصوا الشكل اختلفت خالص. شوفوا اصلا حالة الشنطة كانت عاملة ازاي. هنا بقى كنت بعمل لها فيونكة من الخيط. طبعا اي تزيين ده على حسب المتاح عندك، لون القماش على حسب المتاح عندك. انا بديك الفكرة وانت استخدميها مع الخامات اللي عندك. هنا كنت بعمل لها فيونكة بسيطة كده من نفس شكل الخيط واحطها في النص هنا. بصوا اديتها اضافة حلوة قوي بصراحة، فرقت جدا في الشكل. بس كده. طبعا دي مش هتنفع طبعا شنطة خروج ولا حاجة يا جماعة، لان انا لازقة اليد بتاعتها بالشمع. والفكرة هتبقى زي منظم كده، هو متين جدا والله، بس هيبقى للبيت. مقاسه والحجم بتاع الشنطة حلو قوي. تستخدميها بقى منظم في اي مكان ان شاء الله، حتى تحطيها في الدولاب للكاليك، الشرابات، البندانات، للطرح، لاي حاجة زيادة عندك في الدولاب جميلة قوي. ممكن كمان تستخدميها في اي مكان. الفكرة دي هنعملها بقى من اي طبق يكون باظ عندك، مثلا مشروخ. الطبق ده طبق ميلامين، كنت دخلته بالغلط، مش انا بصراحة يعني، كان ابني دخله بالغلط في الميكروويف وكان اتحرق خالص. فهنعمل منه فكرة حلوة قوي. انا غلفته بالطريقة دي، ثبت قطعة الكرتون دي كده على القاعدة بعد ما غلفتها بالقماش، وثبتها في القاعدة من جوه بتاعة الطبق، وبدأت اشد بقية القماش كله على القاعدة اللي من بره. الطريقة دي جميلة خالص وسهلة كمان. هنشد كده كل الزيادات كلها على القاعدة حتة حتة كده، وهنلم القماش بايدينا واحنا بنشده. القماش اللي انا بغلف بيه ده كانت طرحة قديمة، كانت محروقة برضو من المكوى، فسبتها كده استغلها في اي فكرة. وغلفت القاعدة بقطعة كرتون متغلفة بالقماشة نفسها، وبدأت امشي كده خيط الخيش ده على الاحرف من بره. الاطار بتاعه هيديله بقى الشكل، هيرسم الشكل معايا جدا. هنعمل صف وهنعمل صف تاني. صف تاني ده هنعمل منه اليدين بالشكل ده. دول مش يدين يعني، دول هنستخدمهم، هنعلق فيهم اليد بتاعتي. هنعمل منه شكل حلو قوي هيعجبكم ان شاء الله، وعملي جدا برضه. غيرنا شكل الطبق، يعني كان المفروض ده هيترمي، احنا فعلا استغليناه استغلال جميل جدا. دي قطعة سلك الربط، لفيت عليها خيط الخيش وبدأت اركب له يد بالشكل ده. سهلة التركيب جدا، وخلت الطبق شيالة عملية جدا جدا، تحفة. يعني ممكن تقدمي فيها بونبونيرة، تقدمي فيها بونبوني كده شوكولاتة، تحطي فيها البلح لرمضان. ممكن تستخدميها كمنظم حتى على التسريحة لاكسسواراتك لحاجتك، مش هتغلبي، هتلاقي لها استخدام. يعني بيوتنا مليانة حاجات كتير محتاجة تنظيم. الفكرة اللي بعد كده دي ازازة زيت الطعام اللي هي الحجم الكبير. قصيت الجزء اللي تحت واخدت الجزء اللي فوق ده قصيته على شكل الموجة اللي مرسوم على البلاستيك نفسه اللي انا ظهرته لكم دلوقتي. وبدأت استخدم خيط المكرمية. بصراحة انا بيعجبني قوي اللون ده من الخيط، بيليق على اي حاجة وبيديني شكل جميل جدا. وهلف على الجزء ده كله، بس انا هدخل معاه لون تاني علشان ندي بقى شكل كده مختلف. بص هنعملها زي الجرة اللي بتتباع جاهزة بالظبط، ويمكن احلى كمان. هنا بدأت اوصل الطرفين بتوع الخيط بشكل كويس علشان ما يطلعش منها فتل كده. يعني غطيتها بالشمع وسبتها كده لحد ما نشفت، وبدأت هلف بقى منه كام صف كده، 5 6 صفوف، مش كتير. انا بس عايزة ادخل اللون ده، لونه بنفسجي. مش عارفة اذا كان هو ظاهر ان هو كحلي، بس هو في الحقيقة لونه بنفسجي. وبدأت اكمل باللون الابيض. لو حابة تدخلي الوان تانية، يعني انتي لو عندك الوان تانية تدخليها، استخدمي الوان تانية، او لو عندك خيط تاني اصلا ممكن تستخدميه برضو. لحد ما غطيت القاعدة خالص. ده الشكل. الخيط بقى ادى البلاستيك تقل واداله متانة كده، يعني تحفة. ده الشكل اللي انا قصيته على الجزء اللي فوق ده. طبعا احنا استغنينا عن الجزء اللي في النص في الازازة خالص، ده مش هنستخدمه. هما الجزئين دول اللي احنا عايزينهم. الخيط بدأ يبين معايا الشكل اللي انا قصيته، اللي هو شكل الموجة ده، وده اللي انا كنت عايزاه. وهدخل نفس اللونين
في الجزء اللي فوق ده علشان الشكل كله يبقى ماشي مع بعضه. خيط المكرمية اللي انا بستخدمه ده على فكرة رخيص جدا مش غالي. انا بجيب اللفة الكبيرة خالص، بجيبها يعني بتبقى بالوزن طبعا، يعني كبيرها خالص بتبقى حوالي 24 جنيه. بعمل منها حاجات كتير، اللفة دي بتبقى ليها وزن يعني كبيرة مش صغيرة. وركبت لها يد من نفس الخيط كده على بق الازازة، وبدأت الف بقية الخيط. اخر جزء بقى من الخيط انا هربطه كده عقدة، وهثبت العقدة، وبعد كده هفك كل الزيادة دي علشان يبقى زي الشراشيب كده. وعملت لها فيونكة صغيرة لزقتها على الجزء اللي انا كنت واصلة فيه الخيط علشان اغطيه تماما يبقى الفينش حلو معايا. وبس كده، دي بقت الغطا بتاع الجرة بتاعتي. ممكن تستخدميها كمان بونبونيرة شكلها كده يعني حاجات حلوة قوي عاملة زي الحاجات العربي. حبيتي تستخدميها في المطبخ لاكياس المرقة، اي اهم حاجة يبقى الكيس اللي انت هتحطيه يبقى مغلف. هي بلاستيك من جوه كل حاجة، وممكن كمان تستخدميها تنضفيها من جوه بمنديل مبلل، فهي هتبقى عملية. بس هي لو في المطبخ استخدمي لون غامق شوية. وبس كده، يا رب تكون الافكار عجبتكم النهاردة وتكون بسيطة وسهلة التنفيذ ان شاء الله. كفاية ان هي مش مكلفة. يعني كل اللي استخدمناه عبارة عن قماش وخيوط والشمع. واستنوني في الفيديو الجاي وافكار تانية جديدة.